ايه ده؟ مين ده؟ ده بقاله ايه ده بقاله بتاع سنة ما كلمنيش. ده عايز ايه ده دلوقتي؟ شوف. الو. محمد، ازيك؟ اخبارك ايه؟ اه، انا تمام الحمد لله. عايزني في ايه؟ عايزني في خدمة؟ خير يا سيدي. مدير المشتريات بتاعنا، يعني عايزين تعملوا معاه ديل يعني. لا يا محمد، والله ما يعني انا مدير المشتريات ده بصراحة ما ماليش كلام معاه خالص لا يعني مش هقدر اخدمك والله في الحتة دي. معلش اعذرني. معلش، لا ما اعرفوش والله، اعذرني معلش. شكرا شكرا. مع السلامة، سلام. عايزني في مصلحة؟ مصلحة ايه اللي عايزني فيها؟ المصلحة مروحة بقى ان شاء الله. يعني هو اصلا بقاله سنة ما كلمنيش، وجاي دلوقتي يبقى عايزني في مصلحة؟ انا يا عم لا اعرف الراجل ولا عايز اعرفه. مش عايز انا يا عم وجع دماغ، يا عم خليني في حالي بقى وبلا وجع دماغ. هي الناس بقى مالها؟ يعني بجد والله انا مش عارف الناس بقى مالها كل شوية يعني. مصالح مصالح مصالح. طب ما يكلمني حتى يسأل عليا يعني. ولا هو مصالح بس يعني؟ طب انا ما اعرفش الراجل يا عم، ها. وشكرا بقى. بقول لك ايه يا غالي، اوعى لما تجيلك مكالمة زي دي تعمل زي اخينا اللي فات ده. انسى اللي عمله ده خالص، اخينا ده في حتة تانية وربنا معاه ويجازيه. ملناش دعوة بيه خالص. لما تجيلك مكالمة زي دي ما ينفعش تتعامل معاها بالطريقة دي خالص. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا علشان نحتاج لبعض، كلنا بنكمل بعض. فما ينفعش تقول ان الراجل ده بقاله مدة ما كلمنيش او حاجة. انسى كل الكلام ده خالص، مش مهم يكون كلمك او ما بيكلمكش. كلنا بنحتاج بعض وكلنا بنساعد بعض. ما ينفعش تعمل معاه كده. لما يجيلك المكالمة دي كلمه بمنتهى الذوق والأدب، وقول له حاضر من عيني، هعمل اللي ربنا يقدرني عليه، وهحاول على قد ما اقدر ان انا اساعدك. انما ما ينفعش تقفل معاه كده خالص. خلي بالك ان المكالمة دي خير ربنا بعتهولك انت مش ليه. انت الخير ده ليك انت. وخلي بالك برضو ربنا سبحانه وتعالى هيقضي حاجته يا سيدي. بيك من غيرك هيقضي حاجته. فاستغل ان ربنا سبحانه وتعالى خلاك سبب في انك انت تقضي حاجته. واشتغل يا سيدي على كده، وخد حسنات، وان شاء الله ربنا هيجازيك كل خير. ده خير ربنا بعتهولك، ما ينفعش ترفضه وما ينفعش تبعد عنه. ربنا سبحانه وتعالى بيحبك وبعت لك خير، فما ينفعش ترفضه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وخلي بالك هيجي يوم من الايام وهتحتاج خدمة من شخص تاني. فلو انت عملت الخير ده ربنا هيقعدهولك، ولما هتيجي تكلم الشخص التاني ده هيبقى واقف جنبك ويساعدك. ولو عملت غير كده برضه ربنا هيقعدهولك. فخلي بالك، كل واحد عارف مصلحته كويس. استغل الفرصة اللي جات لك دي وما تضيعهاش، ده خير ليك. سلام.